تعودنا على ان مواجهه مصر والسنغال تكون فيها النديه والاثاره بهكذا طريقه. فرصه امكانيه يكون عدو اليوم بتسجيل الاول في شمال مصر. هنا الغفله، هنا الهفوه، هنا النسيان السوي لحظه عندما ياتيك السوي لحظه واحده ممكن ان تكلفك ذلك غاليا، ممكن ان يكلفك ذلك غاليا امام منتخب السنغال. منتخب السنغال الذي عنده من الحلول الهجوميه ومن الميكانيزمات بامكانه ان يسجل من اصابع الفرص. ساديو ماني الهداف الذي يعود يسار الشباك لثاني مناسبه في كان المغرب. الهدف الثاني ساديو ماني صاحب الاربع تمريرات والهدف الوحيد يتمكن من تسجيل الهدف الاول لمنتخب السنغال. لاحظوا كيف كانت المحاوله، كيف كانت الانطلاقه، على ماذا كان الاحتجاج؟ هل كان الاحتجاج على لمسه اليد؟ هنا ساديو ماني يتمكن من ترجمه هذه المحاوله الى الهدف الاول. ساديو ماني يصبح بطبيعه الحال اللاعب الاكثر مساهمه تهديفيه في كاس افريقيا منذ 2010. ماني الان يصل 20 مساهمه تهديفيه في كاس افريقيا، سجل هدفه ال11 في كاس الامم مقابل 9 تمريرات حاسمه. واليوم يرسل نفسه، هذا هو الحاج ديوف. امامنا اليوم نجم اخر اسمه ساديو ماني بذكريات الحاج ديوف. يعود ساديو ماني ليتألق في نصف النهائي، ليتألق امام الفراعنه، ويتمكن ساديو هذا المره من ترجمه هذه المحاوله الى هدف اول الى هدف السبق. سنرى كيف ستكون رده الفعل للمنتخب المصري. امامنا فرحه لجماهير السنغال بهذا الهدف الاول، لكن المباراه لا زالت لم تنتهي بعد. ساديو ماني سجل مساهمته السادسه تهديفيا، الهدف الثاني لقميص السنغال في نسخه كان المغرب مقابل 4 تمريرات حاسمه. وقت محمد صلاح عنده 5 مساهمات تهديفيه بدوره. استطاع محمد صلاح ان يسجل 4 اهداف ويصنع تمريره حاسمه واحده. كرة من جديد.